مساء الفل يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. كل سنه وانتم طيبين. تعالوا بقى نعملوا مع بعض سندوتشات شاورما وجنبها بطاطس محمره. طبعا كلنا طالعين من رمضان مش قادرين نقف في المطبخ تاني وعايزين اسرع غدا نقدر نعمله. نجيب مع بعض طاسه وننزل فيها بزيت زيتون. حطي الماده الدهنيه اللي انت عايزاها، عايز تنزلي بزيت عادي براحتك، عايز تنزلي بزيت زيتون براحتك، انزلي بالماده الدهنيه اللي تريحك. معايا بقى هنا بصل مقطعاه جوليان، قطعي البصل زي ما انت عايزه. لو تحبي تفرمي البصل بدل ما تقطعيه كده جوليان افرميه، يعني قطعي البصل بالطريقه اللي انت عايزاها. بس انا يعني سندوتشات شاورما بالنسبه لي يبقى ايه، نقطع كده البصل جوليان. بعد ما قطعنا كده البصل جوليان ونزلنا بيه هنسيبه بقى يدبل، وبعد ما يدبل البصل هننزل عليه بالشاورما فراخ. عايزه تجيبي شاورما جاهزه تمام، عايزه تجيبي بانيه وتقطعيه شاورما براحتك، عندك فراخ بايته مسلوقه ممكن برضو تفصصيها وتحطيها. دول كده حوالي نص كيلو شاورما فراخ. ننزل بقى كده ونفضل بقى نقلب كده فيها لحد ما الفراخ كلها تغير لون. بعد ما الفراخ كده غيرت لون هنزل بقى على الفراخ بفلفل الوان برضو متقطع جوليان. برضو لو عايزه تقطعي الفلفل اصغر من كده حتت صغيره براحتك. تعالوا بقى نرش فلفل اسود ونرش ملح، ولو تحبي تحطي جوز الطيب حطي. انا هنا بشرط حبه جوز الطيب. لو عايزه توقفي البهارات لحد المرحله دي تمام، لو عايزه تعمليها زيي يبقى هتزودي معلقه صغيره كاري ورشه صغيره كركم، وحطي بقى التركايه كده دي البسيطه بتعلي التست معاكي وبتاخده في حته تانية خالص. هاتي كيس كاتشب وحطيها عليها ومكسي بقى كل المكونات دي ببعض كده وقلبيهم. وبعد ما تقلبيها نسيب الفراخ تشرب بقى الميه دي نزلت منها، اي سوائل نزلت منها تشربها، ونروح نحضر السندوتشات بتاعتنا. نجيب عيش تورتيه او عيش سوري، نجيب بقى العيش السوري او عيش التورتيه نفرده على المشمع بتاعنا، وننزل بخط مايونيز وخط كاتشب وندمجهم مع بعض كده باي معلقه. وبعد كده ننزل بميكس الشاورما، وبعد كده نطبق العيش بتاعنا، وبعد كده نلفه. اصبح كده الساندوتش بتاعنا جاهز. ونجيب طاسه تيفال، نجيب طاسه جرانيت، اي طاسه تكون الاكل فيها مش بيلزق، ونحط عليها الساندوتشات ونرفعها على النار. نحط الطاسه بقى على النار ونولع عليها النار، ونفضل بقى ايه نسيبها دقيقتين، وبعد كده نرجع نلف الساندوتشات تاني. نخلي كل جنب من الساندوتشات ياخد دقيقتين بس، ما تسرحيش عنها عشان ممكن يلسع منك. قلبنا اهو الساندوتشات، ياخد بقى وش من الناحيه التانية. لو عايزه كمان نسبه التحميصه تبقى اقل من كده براحتك. انا بحب نسبه التحميصه بتاعتي تبقى كده، انت عايزه التحميص يبقى اقل براحتك. ونكمل بقى الكميه بتاعتنا كلها. نخلص بقى الكميه بتاعتنا نروح بقى نحمر مع بعض حبه بطاطس في الاير فراير، نحطهم جنب الاكل. وبكده الفيديو بتاعنا بيكون خلص يا حلوين. سندوتشات الشاورما بتاعتنا خلصت والبطاطس بتاعتنا جهزت، وحطيت على البطاطس بهارات كنور، وجهزنا بقى البيبسي بتاعنا والدلع بتاعنا كله. اشوفكم في فيديو جديد على خير. سلام.